السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. الفيديو النهارده هعرفك ازاي بتستفاد من هاردات اللابتوب اللي حضرتك مش محتاجها. بمعنى ان حضرتك مثلا حبيت تغير اي هارد في اللابتوب وتخلي مساحته اكبر، حضرتك ممكن تستخدم الهارد ده في انك تعمله زي external هارد، يعني هارد خارجي، حاجة أضمن من الفلاشة في نقل البيانات. أنا قدام مني دلوقتي مثالين على نوعين من الهاردات، وهما الهارد اللي هو ال SSD اللي هو الهارد اللي هو السريع جدا، والهارد اللي هو ال HDD. أولا الهارد ال SSD طبعا بيبقى في النقل أسرع بكتير من الهارد ده، تمام. حضرتك ممكن تستفاد بيهم وتحولهم لإكسترنال هارد عن طريق الوصلة اللي حضرتك شايفها دي اسمها converted SATA to USB. زي ما حضرتك شايفها كده بتحول نوعية الساتا ل USB. طبعا هو توصيلها بيكون سهل جدا، بتتوصل كده وبتبدأ إن حضرتك توصلها في اللابتوب بتشتغل معاك، أو جهاز الكمبيوتر بيشتغل معاك. كذلك الهارد ال SSD لما بتوصلها فيه برضو بتبدأ إن حضرتك تشغله عادي. وبيبقى فيه شكل تاني من الركات دي، في ركات بتبقى زي بتيجي في بوكس، يعني انك تقدر تحط فيها الهارد ده او الهارد ده وتغلف، بتشتغل معاك بدون اي مشاكل. بس انا شايف ان دي عملية اكتر. ليه عملية اكتر؟ هقولك. اولا دي ممكن تشغل على الهارد اللي هو الكبير خالص، اللي هو الهارد ال HDD العادي اللي هو بتاع الكمبيوتر، انا جايبها عشان كده. وبيبقى ليها دخلة باور اضافي، يعني دي بتشتغل على الهاردات دي على طول كده، يعني توصل وتشغل على طول كده بتشتغل معاك. انما هارد الكمبيوتر لا، هارد الكمبيوتر عشان توصله في دي لازم توصل ادابتور، زي شاحن الراوتر كده بمعنى اصح بالبلدي، يعني هنا كمان معاه عشان يبدأ ان الباور سبلاي بتاع او الهارد بتاع الكمبيوتر يشتغل معاك. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.